في مشكلة بينك وبين حد من الداعمين خالص. أو بالعكس. الداعمات؟ لا لا لا. بعدين يا شيخ، اللي ده حضرتك عارف الدعم محبة، وربنا يرزق كل حد على قد نيته، ويدينا احنا ويديهم ويدينا كلنا. يعني رورو ما فيش مشاكل بينك وبينها؟ لا خالص، إنسانة محترمة وأنا أحترمها. وطبعا كلنا رأينا أحبتي في الله هذا المقطع. هذا المقطع هو للشيخ أحمد مع مرأة من التيك توك طالعين، فربما بعض الناس بيقول طالع يكلمها بالدين، لكن بس انتوا سمعتوا شو بيكلمها. وربما الآن هذا الفيديو يصل للشيخ أحمد فيقول أنا بطلع مع البنات بكلمهم في الدين. بس يا شيخ أحمد، أنا اليوم وأنا بقلب على الفيسبوك، ولا تزعل مني، وأنا بقلب على الفيسبوك رأيت مقطع لك مع عبسي ومع مشهور آخر ومع مرأة تركية، وبدأوا يترجمون لك شيخ تتزوجها ويتخوثون يمزحون، وانت تقول لا ما أتزوجها عبسي يضحك عليك. سيبك من هذا كله. نظرت للتعليقات والله الذي لا إله إلا هو ما أكذب، كلهم يقولون هذا شيخ الدين، هذا شيخ الإسلام، هذا أبصر شو. والله من جواتي زعلت على أن يقال أنه إحنا شيوخ كبة. زعلت لما أرى أناس يقولون بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرجون مع النساء. ليس هكذا تكون النصيحة للنساء أمام الملأ. يا شيخ أحمد، اقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشبهات. برنامج التيك توك تطلع مع مرة شبهة، حتى لو كنت ناصحا لها فهي شبهة. بدك تنصح الناس مش هيك، بدك توصل رسالتك مش هيك. شيخ أحمد لا تزعل مني، هاي نصيحتي لك، لا تخرج مع نساء. وربما تقول لي نصحتك أمام ملأ، أنا أكثر من مرة بعثت لك على اللايف تاعك أدخل معك حتى أقول لك يا شيخ بدي أكلمك رد علي على الخاص، ما رددت علي ولا بطلب من الطلب اللي بعثته إليك. طب ليش؟ فهذا بحس ببالي. يعني أنا من جواتي كنت أنصح المشاهير كنت أنصحهم يا شيخ أحمد. ما توقعت يوم بالأيام إني آجي أنصح شيخ دين. سامحني بهذه الكلمة. اتق الله يا شيخ أحمد، غدا ستلقى الله جل جلاله، وهذا كلامي إن شاء الله يكون حجة لك بإذن الله.